برنامج ديشكو والمشاهير يأتيكم في تمام الساعة 7 بتوقيت الفلبين. على فكرة أحلى شيء بالإنسان إنه يكون عفوي وبيعمل أي شيء بده إياه قدام الناس وعلى الشاشة بشكل عفوية، مثل ما أنا عملت هلا ورح أعمل هلا. ما تفهموا غلط، دخيل ربكم، خليكم عفويين، يعني حتى أنتم إذا في عندكم شيء داخلكم طلعوه، ما تاكلوا هم، عادي يعني. على وين عم تطلعوا لا؟ لك هذاك الشاب عم يلاعب الولد مشان يطبق أخته. بحياة ربك مفكروا عم يلاعب الولد مشان يزبطوا البنت؟ ونصيحة للبنات بشكل عام، مو أي شاب بيجي وبيلاعب أخوكي ممكن يكون بده يزبطك، بركي الزلمة لحق أولاد، عن جد يعني بدك تتوقعي كل شيء، نحن ما قصدنا على حدا من سوريا تحديدا، لا، على راسي أهل سوريا كلاتهم وأهل إدلب كمان، على راسي حالتكم، بس إنه انتبهي على أخوك يعني، إيه. سمعت الخبر الجديد نزل؟ ما سمعته؟ اسمع، إقبال كثير على عمليات التجميل في دمشق رغم الحرب، وعم يشوفوا حالهم علينا. شو رأيك؟ هلا انه صديقتي البنت انت عامله عمليه تجميل ما اختلفنا، مع انه مقطوع الكهرباء وما حدا حيشوف جمالك الاخاذ، ما مشكله، بس انه تشوفي حالك علينا يعني هو ما مشكله، بس يعني ما في داعي تشوفي حالك، يعني مثلا انا عايش بكندا، تخيلوا بكره اروح اشتري بنطلون امريكي واطلع على الكاميرا وصير احكي عربي مكسر. والله لابس انا بنطلون من امريكا. خليكي عادي. وبهالمناسبة العظيمة خلونا نوصل الحلقة ل 25,000 لايك، طبعا هي ما رح توصل، بس انتم اذا بتحبوا تطعجوني وصلوا ل 25,000 لايك، وخاصة اعداء النجاح ما تنسوا تحت في كبسة اسمها ديسلايك، هيك لا تنسوا تكبسوا عليها، اوكي؟ في بداية الحلقة قلت لكم إنه العفوية حلوة بشكل كبير، لذلك اليوم رح نحكي شوي عن ضيفتنا الفنانة الممثلة السورية القديرة أمل عرفة، يلي بتبلغ من العمر 45 سنة بس، وما بننسى إنه تزوجت بعام 2001 من الممثل القدير عبد المنعم عمايري، الله يطول بعمره يا رب ويخلي لها اياه، وبنضيف إنه في عندها بنتين تحت أسماء مريم وسلمى، وما بدي أنسى أخبركم إنه بعام 2015 الفنانة أمل عرفة انفصلت عن الأستاذ عبد المنعم عمايري، يعني بعد 15 سنة من الحب والزواج اكتشفوا إنه هن ما بيحسنوا يعيشوا مع بعض، فتركوا بعض وكل واحد راح بحال سبيله بعد 15 سنة. ايه بس بالنسبة لي بتوقع انه في سبب واحد للانفصال، واللي هو انه الاستاذ عبد المنعم عمايري ممكن يكون نسونجي مثلي تماما، يعني بيطلع على البنات والعياذ بالله، طبعا نحن ما بنحب هالاشياء ولا بنشجعكم عليها، بس ممكن يكون نسونجي، مما يعني نستنتج ونقول لكل النساء مهما وصلت بك الثقة اياك ان تقولي انا اثق به، انه يعني انت بتثقي بي، مو بي يعني به ولا بهو، لانه ما حدا بنوثق فيه وما توثقي بحدا. وبحب اقول للفنانه امل الله يسعدك يا رب ويبعث لك ايام حلوه، انت امراه مهذبه لطيفه، ما في منك، سيده الدراما السوريه، والله يجعلني من نصيبك انا وكل من قال امين. امين. خلوني انتقل للفنانه كندا حنا يلي بتبلغ من العمر 32 سنه بس، وانا شخصيا بحبها كثير لهالفنانه حاليا مثل اختي بسبب زواجها من المخرج ناجي طعمه بعام 2013، طبعا قبل ما تتزوج انا كنت انه حاطط امل انه ممكن انه على سنة الله ورسوله، بس تزوجت من المخرج ناجي طعمه، الله يوفقها وييسر لها يا رب. بحب اقول للدشكاويه كلمتين وتحطوهم حلقه بايدكم، ويلي هنين تسالوني ليش بتدحش انفك بمؤخرات الفنانين والفنانات، انتم مالكم خبر انه الفنانين بيتزوجوا من الفنانات، وانا كثير بحب فنانات ومتمني يتزوجون، لذلك مضطر ادحش انفي وادحش اشياء اخرى. لحتى شي يوم من الايام احسن اتزوج شي فنانه تعجبني. على كل حال انسه كندا الله يوفقك انت والمخرج ناجي طعم، واذا بتدحشوني انفي بشي مسلسل بكون كثير ممنونكم، الله يخلي لك اياه ويخلي لك اولادك ويخلي لك المخرج ناجي طعمه يا رب، وعلى راسي كل الدراما السوريه. انا ما عم مسح جوخ يعني، اذا بتحبوا انا بنزل كومبارس بشي مسلسل ما عندي مشكله، $500 ما عندي. الفنانة السورية كندا حنا فنانة وامرأة سورية تجاوزت الحدود والعادات والتقاليد البالية، وأصبحت تتعلم الرقص مع مدربها في صالة الرقص، والعياذ بالله. طبعا هذا الحكي بيناتنا ما بصير نقول لحدا لأنه عيب نحكي عن الأشخاص. خلونا نشوف الفيديو وبنرجع.
طبعا فيديو عادي، مخلوقه ما عم تعمل شيء غلط، هي حريه شخصيه، طبعا كل واحد على هوا دينه الله يعينه. بالنسبه لاعداء النجاح بحب دافع عنا للفنانه كندا حنا واقول اذا ما عجبوكم تفاهتها روحوا جربوا برتوهالاتها، تفاهاتها وبرتوهالاتها باتا بربها. على كل الاحوال مو مشكله، بس تجربوا البردقانات تبعاتها بلا معنى يعني برتوهالاتها عفوا. لا تنسوا تعصروا لكم عصره بعينكم، مفيد للصحه يعني، هو بجوز يحرقك شوي بس عادي، انت امسك شوكه وتحشى بعينك وان شاء الله بتدعي لي. اليوم فقرتنا تبع ديشكو المشاهير كانت قليله لانه انا وضعي شوي صاير مكركب وعم ظبط شويه امور، فما حبيت اقطع عنكم، قلت لحالي بنزل حلقه قصيره بالتالي مشان ما انقطع عنكم. اما هلا خلونا نطير لفقره شنو هذا يا 1 2 3 4 5 6 شنو هذا؟ في ناس من كتر ما لهم محترمين بتحس حالك انه بدك تعتذر منه بدون ما يعملوا لك شيء، بس تشوفه محترم فبتحس حالك انه انت لازم تروح تعتذر منه بدون سبب. الزلمه كثير محترم، بتحس حالك انه انت اكل له مال ابوه داحش انفك بمؤخرته والعياذ بالله. طبعا في ناس بتجيب البهدله لحالها، مو انا، في غيري يعني. على كل الاحوال خلينا نشوف هذا الفيديو وبنرجع لكم. هلا رح اقولها لكل العالم، لكل الناس اللي عم بيقولوا اني انا عم سب السعوديه، هدول العالم يخرسوا بقى. الله ياخذك تقبشيني، انا سامحتك بس ما بعرف اذا اعداء النجاح سامحوكي او لا. على كل الاحوال انت المره الجايه خففي كلام رزيل يعني ما حلوه، انثى اقل كلمه تطلع من تمها كلمه خرز خس. انا مشانك يعني هي الفاظ نابيه وفي اطفال عم تسمع الكلام فما حلو يعني. بعد ما شاف الفيديو تبعي اخي شاف الفيديو تبعك اجى لعندي وقال لي محمود طلعت فيه، قلت له نعم، قال لي كل خرز بس بمعنى ثاني يعني، بس انا ما بحب هيك اقول لانه انا في اطفال بتتابعني وما بصير احكي الفاظ نابيه، تعلموا مني. اهم شيء الاخلاق مثل ما حكيت بالحلقه الماضيه وبالتجربه الماضيه، اللي ما شافها يروح يشوفها بسرعه احسن ما كسر الكاميرا فوق راسه. وارجيكم الاخلاق شو بتعمل بالواحد. على كل الاحوال لهون بتكون خلصت فقره شنو هذا يا، خلونا نطير لفقره سين وجيم. يا throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. بالحلقة الماضية سألتكم سؤال، والسؤال كان إنه البنات يكتبوا جملة تأفيلية عن الشباب، والشباب يكتبوا جملة تأفيلية عن البنات. كانت تعليقات البنات كالتالي: الشاب لما تنادي له أخته نصورة بيقول لها اسمي ناصر يا حمارة، وبيخلعها رفسة على وشها بتعجلها أنفها والعياذ بالله. أما حبيبته بتنادي له كيفك حبيبي صرصور، بيجي لعنده بيقول لها عيونه للصرصور. إنه شو هالعنصرية لك صرصور؟ البنت بتتصل بحبيبها وبتقول له حبيبي أنا خايفة كثير في صرصور عنا بالغرفة، فبيقول لها افتحي سبيكر وخليه يسمع صوتي ويرتعب بفباف اللاسلكي ثماني الابعاد. اذا شاب كذب عليكي وصار يبكي فتاكدي انه هذا الشاب ما في اكذب منه بالكره الارضيه. شاب اتصل بحبيبته وقال لها من هلا ورايح انا وانت مثل الاخوات، انت ما عدتي حبيبتي، فطلعت فيه وقالت له فشرت امي تجيب مثل امثالك يا واطي. شاب سال حبيبته وين كنت لما كانوا عم يوزعوا العقل، قالت له كنت نحن عم يوزعوا الشرف وللاسف ما شفتك هنيك يا قليل الشرف، تفوق عليك. بنت ماشيه وراها شاب اطلع فيها وقال لها شو وراكي مشوار؟ قام قالت له لا وراي حمار. هي صايره بقعه ضوء يا حرامي. الشاب مثل الشاحن على طول فايت بالحيط، لو رجع بجهل ليدفن البنات كان دفن نص الشباب بطريقه. ما بيقهرني غير الشاب اللي بيقول انه البنت مطرحها المطبخ على اساس هو مطرحه بمجلس الشعب بخش القلب. لهم بيكونوا خلصوا تعليقات البنات، خلونا نشوف تعليقات الشباب. عزيزتي البنت مهما قصرت التنوره الشاب ما بياخذ الا البنت المستوره، الله ياخذك يا رب من هلا وراي ما عاد نشوف فخاد. عزيزتي البنت لا تردي عليه، هذا زلمه من اعداء النجاح وقد ما بدك قصري التنوره ونحن في الخدمه. ايه في بنت جايه خطابين اطلعت فيها وامها وقالت لها خليكي حركه قدامهم للخطابين، بس اجوا الخطابين فاتت لعندهم وقالت لهم يلا كل واحد على بيته بدنا نشطف الصالون. بدك تجنن البنت فوتها لغرفه معبايه ثياب وما فيها مرايه ويفضل انه تقفل عليها الباب. البنات بيقولوا الشباب حيموتوا على ما ياخذوني، وهن اذا حطوا صورتها على علبه الدخان نص الشعب ببطل يدخن. الحياه بدون بنات مثل المزرعه بدون بقرات. بقرة حليب بقرة حليب بقرة حليب. البنات بدون مكياج مثل السياره بدون دبرياج. لهم بيكونوا خلصوا تعليقات اليوم، تعليقاتكم كانت كتير حلوه ومهضومه. سؤالي لكم للحلقه الجايه هو اعطوني العادات السيئه بالشعب العربي بشكل عام، ما رح حدد الشعب السوري، انتم على كيفكم، شو في عادات سيئه موجوده عندنا بالبلد احكوا لي اياها ضمن تعليق مهضوم ضمن هاشتاج عادات سيئه. اما هلا خلونا نطير لفقره فكره وعبره.
عزيزي الشاب أو عزيزتي البنت، إذا لم تضع هدف في حياتك فاعلم أنك جزء من تحقيق أهداف الآخرين. يعني إذا ما كان في عندك هدف في حياتك فغيرك حيكون في عنده هدف، وحتكون أنت مثل الدرج حيدعس عليك كرمال يوصل لهدفه، مثل ما أنا دعست على كثير ناس كرمال أوصل لهدفي. وإن لم يكن لديك هدف فاجعل هدفك هو أن تضع لك هدف. يعني إذا ما كان في عندك شيء تساويه بالحياة لا تكون مثل الحمار وتضل قاعد، حط هدف بحياتك إنه أنت تحط هدف بحياتك. أكيد ما الكل حيفهم علي، بس اللي في عندهم عقول راقية حتفهم علي، يا اما انا كلامي مو صحيح وما حتفهموا علي. بس لا عن جد هاي الكلمتين فيهم كتير معاني، فبتمنى الكل يدقق فيهم وحتعرفوا شو معناتهم. وبالنهايه بحب لكم ركزوا على ان يكون للهدف قيمه وفائده. يعني مثلا ما تحط هدف بحياتك انك تتزوج جيني اسبر والعياذ بالله، لا حط هدف محرز تجوز مريم كلينيك. لا جد انه يكون عندك هدف مرتب. على كل الاحوال لهم بتكون خلصت حلقه اليوم. شكرا كثير لكم، شكرا كثير لمتابعتكم. بدي لكم ما تنسوا تتابعوا حلقه ديشكو المشاهير نزلت الاسبوع الماضي، كانت كثير حلوه، بالاضافه لباقي الحلقات تبع الموسم الاول. وكمان الاسبوع الماضي عملنا تجربه اجتماعيه مع الشعب الامريكي والشعب الكندي وكانت كثير حلوه، يلي ما شافها يروح يشوفها وينشرها عنده على الفيسبوك. بشوفكم بالحلقات الجايه وسلامات. بليز ملاحظه اخيره، ما تنسوا تتابعوني على الانستغرام وعلى سناب شات وعلى الفيسبوك، عم بستناكم هنيك. حناكل بزر سوا ونشرب شاي وكولا. باي باي. 1 2 3 4 5 6